راك باغي تولي تلميذ ولا طالب متميز في قرايتك، سواء في المدرسة ولا الجامعة. ما راكش وحدك، كاين بزاف ناس كيما نتايا باغيين ينجحوا ويحققوا اهدافهم في القرايه، ولكن عندهم مشاكل. ما تقلقش وتفشل، نقدر نقول لك اليوم نتايا راك محظوظ اللي راك معانا اليوم. في هذا الكورس راح نعلمك كيفاش تخطط للدراسة وتنظم وقتك بطريقة فعالة باش تستفاد استفادة قصوى. في هذا الكورس راح نبدا معكم من الزيرو، ونقدم لكم مجموعة من النصائح والإرشادات وليزاستيس اللي تعاونك بزاف في حل أغلب المشاكل اللي راك تعاني منها، وتخليك تربح الوقت وتزيد في الإنتاجية تاعك وتحقق النجاح الحقيقي. باش تستفاد من الدورة لازم تتفرجها كاملة. إذا ما تفرجت الحلقات اللي قبل حبس الفيديو ورجع تفرجهم بالترتيب. قبل ما نبداو الفيديو كاين ملاحظة، روح جيب الدفتر اللي قلت لك عليه المرة اللي فاتت ومسودة. لازم تتفرج الفيديو إلى النهاية باسكو كاين واجب لازم ديره، ونتمنى تكتبوا لي في التعليقات أهم المشاكل اللي تعاني منها وراح نهضروا عليهم بالتفصيل في الفيديوهات الجاية. في حياتنا القراية مرحلة أساسية ومهمة جدا اللي تقدر بنسبة كبيرة تحدد المستقبل تاعنا وتشكلنا كشخصيات سواء ناجحة أو فاشلة. ولكن بزاف من الناس عندهم صعوبات باش ينجحوا ويحققوا الأهداف تاعهم، لكن جامي سقسيت روحك واحد السؤال جوهري: كيفاش تحقق أهدافك وأحلامك وتكون من الأشخاص الناجحين في المستقبل؟ في هذا الفيديو راح نهضروا على أهم الخطوات اللي تبداو بهم في رحلتكم نحو النجاح. الباتشينو واحد النهار قال: انت هو اللي تختار باش تكون قوي ولا ضعيف، انت هو صاحب القرار. في لحظة القرار تاعك يتشكل مصيرك. اذا لازم تعرف باللي القرار اللي تديه اليوم راح يشكل بنسبة كبيرة في تحديد المستقبل تاعك سواء بالنجاح او الفشل. لذلك اغلب الناس الناجحة تدي هذا الموضوع بعين الاعتبار. اذا كان الامر بهذه البساطة سهلة، راح ندي قرار وهي فرات. الامر ما يمشيش هكا، حيث القرار هو الخطوة الأولى برك. لازم تتقيد بالخطوات كاملة باش تنجح. القرار اللي تديه لازم يكون مصيري، لازم يكون جاد. شوف معايا، واحد الشاب أمريكي كان فقير وبعد سنوات قليلة فقط ولا مليونير. الناس تعجبت واستغربوا وبداو يسقسوا في بعضهم سؤال شهير: كيفاش حتى ولا مليونير في وقت قصير؟ واحد النهار الشاب خرج في مؤتمر صحفي وسقساوه: كيفاش وليت مليونير؟ قال لهم: الامر بسيط، كل ما في الامر درت زوج عفايس مهمين اللي يقدر اي واحد منكم يديرهم. العفسه الاولى هي اني قررت نولي مليونير، والعفسه الثانيه عملت على تنفيذ هذا القرار. اذا الرغبه والتمني لا تعني ابدا انك قررت. كاع عندنا اماني واحلام، لكن هل قررنا ودينا القرار الحاسم؟ واذا حسيت روحك ما عندكش قدره باش تغير ودائما تعاود نفس القاسيت وتقول الماده هذه صعيبه وما عندك حتى رغبه في التغيير، ومرات تحب تتغير ولكن ما تعرفش كيفاش، نقدر نقول لك بلي راك في امس الحاجه للخطوه الاولى، الا وهي اتخاذ القرار. اتخاذ القرار هو أحد الأمور الحاسمة اللي يقدر يواجهها البنادم في حياته. القرار هذا يقدر يشكل المستقبل تاعك ويساهم بنسبة كبيرة في نجاح، وعليه اتخاذ القرار أهم صفات الناجحين. إذا مازال ما ديت القرار لحد اليوم، واش راك تستنى؟ اقعد مع روحك شوية وسقسي روحك: واش راني باغي من هذه الحياة؟ الحياة هذه عبارة عن مجموعة من القرارات. اللي يصلي قرر باش يصلي، واللي ناجح قرر باش ينجح، وكل هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. كذلك الفاشل قرر باش يقعد فاشل. لازم هذا القرار يكون جاد وحاسم لا رجعة فيه، هو اللي به تقرر مصيرك ومستقبلك. لازم كل ما تتفكره قلبك يبدا يضرب وتنوض من بلاصتك، يخليك تبدا في انجاز المهام اللي راح نهضروا عليهم بالتفصيل في الفيديوهات القادمه. نتمنى تاخذ الامر بجديه وتريح مع نفسك واحد شوي. بغيت نقول لك الحقيقه، راك هامل نفسك بزاف ودائما تتهرب منها، بحيث كل ما تعيط لك تبدا تتهرب. مرات تروح للتليفون، مرات تروح للتيك توك، مرات الانستا، مرات السناب، كل مره تروح تجري. المهم دير اي حاجه باش تتهرب منها وما تخليهاش تقعد معاك وتقصر. حاول تعرف روحك وتقول: واش راني ندير في حياتي؟ علاش راني في نفس الحاله؟ ربي سبحانه خلق الكون وجميع المخلوقات وسخرهم باش الانسان يكون خليفه في الارض. علاش اللي ينجحوا خير مني؟ واش داروا حتى ينجحوا؟ لازم كي تريح مع نفسك تخرج بقرار مصيري اللي يخليك مسؤول على كل هدرتك وافعالك ومشاعرك وحتى على عاداتك اليوميه. لازم تدي عهد على نفسك. القرار هذا اللي لازم تديه يكون مصيري. اذا لاحظتوا راني دائما نكرر هذا الكلام لانه هو الخطوه الاولى، خطوه مهمه نحو النجاح. كاين بزاف منكم اللي يقول: خلاص ديت القرار باش نزير روحي ونبداها سيريو وندير كذا وكذا، ولكن يفوت يوم او يومين كل شيء يرجع كما كان. هنايا لازم تعرف باللي القرار وحده ما يكفيش، لازم تتبع الخطوات اللي بعده اللي راح نحكوا عليهم. شوف ركز معايا، اذا ما ديتش قرار هنا عرف باللي راك ديت قرار باش تقعد في بلاصتك. الماضي لا يساوي المستقبل،
افتح صفحة جديدة. انت اليوم ماشي هو انت يا البارح. اذا تعتقد باللي انت يا فاشل وتنسى، هنايا راك حكمت على روحك بالفشل وعقلك راح يصدقك. هنايا لازم نحكوا على موضوع مهم، ولا وهو كيفاش يخدم عقلك. تبع معايا. عقلك داير كيما واحد العضله اللي لازم تغذيها وتدربها دائما. اذا شفت روحك دائما عاجز وما تفهم والو وما تتفكر والو، هذا دليل على انك دربت عقلك بالطريقه الخاطئه اللي تضرك بزاف. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، انت ولا انت ماشي فاشل ولا ذاكرتك ضعيفة، انت بكل بساطة ما دربت عقلك على النجاح والقراية. هنا راح نعطيك عفسة اللي راح تقدر تخدع بها عقلك. حوسك تنسى كل الاعتقادات المترسخة في راسك وتبدا تسقسي روحك هذه الأسئلة: كيفاش نقدر نركز؟ كيفاش نحقق النجاح؟ هنايا قنعت عقلك بالتغيير اللي راح يحاول يبحث عن حلول لهذه الأسئلة. تخيل معي واحد النجار مبتدئ باش يخدم واحد الطابلة بسيطة لازم عليه يتدرب ويسقسي ويتعلم باش في التالي يقدر يصنع واحد الطابلة بسيطة جدا، باسكو مازال مبتدئ. وكل ما زاد درب أكثر وطور روحه أكثر راح يطور كذلك في النتائج، بحيث يقدر موديل شابين وعصريين في وقت أقل. هذا الشيء ينطبق عليك أنت كذلك. ثق فيا، إذا تبعت واش راني نقول لك راح يتغذى ويدرب عقلك كل يوم بشوي، وبلا ما تحس تلقى نتائج انت ما كنتش تطمع فيها جامي. راح تولي عندك الرغبه والاراده باش تقعد في البيرو ولا الطابله اكبر وقت ممكن، وتولي عندك القدره باش تركز وتحفظ. نحوسك تبدا صفحه جديده وتفكر بطريقه مختلفه. كاين بزاف منكم اللي يقول لي هذا الشيء نعرفه ولكن ما نجحتش. بكل بساطه لانك كل ما سمعت المعلومات والنصائح اللي ممكن تغير حياتك ما قررتش تنفذها وتطبقها وتكون افضل نسخه منك. بكل بساطه لانك كل ما سمعت المعلومات والنصائح اللي ممكن تغير حياتك مازال ما قررتش تنفذها وتطبقها، ما درتش الخطوه الاولى اللي تقرر باش تتغير للافضل وتكون افضل نسخه منك حتى تحقق أهدافك. هذه الدورة راح تعلمك كيفاش تحقق النجاح خطوة بخطوة حتى لو ما عندكش مستوى أو ضعيف في قرايتك. كل ما هو مطلوب منك أنك تتخذ القرار الآن. القرار تاعك هذا لازم تديه وتتفرج الفيديوهات كل مرة باش تدرب عقلك. ما راحش نعطيك نصائح ولا هدرة اللي تطلع لك المورال برك. هذه الإرشادات والنصائح والطرق فعالة ومجربة ومثبتة علميا. الآن واجبك في هذا اليوم أن تقوم بتوقيع عهد على نفسك. خرج الدفتر اللي اتفقنا عليه في الحلقة الماضية. إذا مازال ما جبته راك عارف واش دير. اكتب في الورقة بالخط العريض توقيع عهد مع نفسي. اكتب اسمك ولقبك العمل تاعك. اكتب: أنا الموقع عدنان، أقسم بالله وأشهده أني قطعت عهدا على نفسي واتخذت قرارا حاسما ومصيري لا رجعة فيه بأن أدرس وأجتهد وأطلب المعالي ولن أرضى بأقل مما أستحق، أن أتحرر من جميع المعتقدات السلبية والمشاعر السلبية بسهولة. أنا مستعد للمضي قدما في رحلة النجاح. أنا شخص طموح ومتفائل، دائما أستمتع بحياتي. الغد أجمل والحياة جميلة تستحق أن تعاش، وأنا الآن أستمتع بعيش اللحظة الحالية. اللهم ارزقني وأعني وسددني ووفقني وزدني تعلقا بك. بعدها اكتب النهار اللي كتبت فيه هذا التوقيع. خاوتي ديروا في بالكم كاين اللي راه يتفرج برك وما يكتبش، ولكن تأكد أن هذا التوقيع في الفيديوهات القادمة إن شاء الله راح يصنع الفارق في حياتك بإذن الله. المطلوب منك هو أن تقرأ هذا التوقيع كل يوم بصوت عالي وتخيل أنك حققت هدف تاعك. ونعدك حاجة أنه سيكون بداية التغيير. ما تخليش حتى يقرب الامتحان بسمانة ولا نهار وتجي تتفرج. لازم عليك تبدأ الآن باش تعرف الطريق اللي راح تمشي فيها وتوصل في أقرب وقت وبأقل جهد ممكن. رجاء أتمنى تشارك هذه المعلومات والكورس مع جميع أصدقائك والناس اللي تبغي لها الخير، وتكتبوا في التعليقات أهدافكم اللي باغيين تحققوها ودعمونا بالاشتراك في القناة. وشكرا، إلى اللقاء.